اهلا بكم في ريفيو مع شوري، والنهارده هنريفيو محمد حازم وعلشان كده جينا بابلو اند عبده. وما تنساش اديني قلبك. اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي. طبعا صدفه ولا اروع يعني ان انا جاي اصور بابلو اند عبده الريفيو القديم بتاع محمد حازم. الاقيه هو اصلا موجود النهارده في الفرع علشان بيصور المنيو الجديد، حاجه لو متفقين عليها مش هتبقى مظبوطه كده. النهارده في مكان اسمه بابلو اند عبده. بابلو ده بقى الغربي بتاع البرجر والفيلي تشيز ستيك والفرايد تشيكن والكلام ده، اما بقى عبده ده بتاع الشرقي، الحرش، الكبده، الشاورما، الحواوشي. عاوز اقول لكم لحد ما جيت هنا المكان انا ما كنتش فاهم يعني ايه بابلو اند عبده، طلع ان هم عاملين ميكس بين الاكل، يعني ده واضح ان الحاج عبده وده واضح ان بابلو. عبده كبده اسكندراني جديد. خش بقى على الحواوشي. وتعالوا نبدا بالكبده. ده الدال تمام معاك؟ ده عشان انا قلت كبده. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا خليكم فاكرين ان الاكل اذواق، السمك صحاب مش طواجن. بسم الله. قطمه كمان. العيش بالنسبه لي فلافي جدا، الكبده حلوه، الطحينه كمان جميله، وزي ما انتم شايفين السندوتش مليان. اول حاجه الكبده في الامان، نخش في اللي بعده، نخش في الحواوشي. شكل الحواوشي اصلا ابن ناس. بسم الله. الحروقه اللي بره دي مقرمشه في الطعم خطيره، والقانون بتاعنا بيقول ايه؟ دوقها، غرقها، ودعها. نخش على اللي بعده. الشاورما. فراخ في العيش البريوش. كوردون بلو ده خطير. شاورما فراخ عيش البريوش. القطمه صعبه، مش عارف هتبقوا شايفين اللي انا شايفه ولا ايه، بس القطمه صعبه جدا. ماشي نجرب. بسم الله. كل حاجه لحد دلوقتي الصراحه جامده. لا عيش البريوش بالنسبه لي جامد، والفراخ كمان تحفه، يعني ده اجمد سندوتش دقته لحد دلوقتي. يعني لحد دلوقتي الحاج بابلو ضارب الحاج عبده، فتعالى نخش في اللي بعده ونشوف الحوار ده يخلص على ايه. يلا بينا نخش على الكوردن بلو. لا ده شغل الحاج عبده، ده مش بابلو. نخش على الكوردن بلو. حاسس ان انا بجد في مؤامره كونيه عليا اول ما ابدا اصور الدبان يجي حواليا. تعالوا نشوفه الاول. كوردن بلو حاسس ان هو صغنن، ده حجمه بالنسبه لكف ايدي، يعني حاسس ان هو صغنون قوي. جبنا السكينه بقى لانه محتاج يتقطع. انا خايف وانا بقطعه يعيط. تعال نشوف كده، يلا دوس. مفيش حاجه باظت. نجرب هنا. ماشي، يعني نص نص، مش بالظبط هو، بس يعني في منه شبه. تعالوا نجرب بقى الطعم عشان هو ده المهم. بسم الله. طعم الفراخ اللي هنا انا حاسس ان هي كوبي لماكي تشيكن اللي في ماكدونالدز، مش عارف ازاي، طعمها قريب منها جدا. ناخد قطمه كمان. العيش كمان حلو قوي. هو بالنسبه للي انا شايفه انا مش حاسس بس غير بطعم التشيكن والعيش، الباقي كله قليل جدا، فمش حاسس طعمه في بقي. اوفرول الطعم كله حلو. انا الصراحه كنت جاي قلقان ان هم يبقوا مهتمين بالشكل ومش مهتمين بالكواليتي او طعم الاكل اللي موجود. بمناسبه الراب اللي شغال، فلو ده دس بين الحاج عبده ومستر بابلو، فانا بالنسبه لي كسب الحاج بابلو. فما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات او تبعتوا لنا على الانستجرام تحبوا الريفيو الجاي عن مين وفين. ولو ما حدش حل يومكم النهارده اقول لكم ان هو بيحبكم، فانا بحبكم. لسنا الوحيد لكننا الافضل، لكننا الافضل. لسنا الوحيد لكننا الافضل، لكننا الافضل.